الى رجعنا لقديم الزمان فاش تحطات اللائحه ديال المنتخب المغربي اللي غادي يشارك في كاس افريقيا، تعالات الاصوات على جوج الحوايج. وكواك عباد الله، راه الدفاع عندنا فيه مشكل وراه الدفاع ضعيف. ثاني حاجه، علاش معيطين لغانم سايس من بعد الاعتزال ديالو؟ ولكن الركراكي كان ليه راي اخر وقرر انه يدخل في الماتش الاولاني بغانم سايس واللي تضرب في البدايه ديال المباراه. وهنا تيبان لنا بانه الكره راها كانت مفشوشه. داكشي علاش في الاول ملي كان غانم سايس قال بانه غادي يعتزل دوليا، كان على الركراكي انه يقلب على دفاع اخر ويقوي الدفاع خارج غانم سايس ويخلي غانم سايس خارج الحسابات ديالو. ولكن للاسف الركراكي ما فكرش في هذه الطريقه هذه وقرر انه يبقى دائما في اطار الحب وفي اطار الحنان ديالو، انه يخلي غانم سايس ويخلي لعابه اخرين. بطبيعه الحال ملي جبنا نشوفوا الماتش الاولاني لقينا بانه غانم سايس تضرب ومخرج وغالبا ما يلعبش الماتشات الجايين. عندنا اكرد في اي لحظه ممكن انه يتصاب، ماسينا اصلا مصاب، حكيمي مصاب وغادي يرجع في الماتش الجاي. واش غادي نقدروا اننا نغامروا به في الماتش الجاي وما تكونش الانتكاسه، او لا غادي خصنا ناجلوا الدخول ديال حكيمي حتى الماتش الثالث، خصوصا واننا تنعرفوا بانه مالي من بعد التعادل ديالها فغادي تكون مباراه قويه ضد المنتخب المغربي باش انها تحافظ على الحظوظ ديال انها تاهل من دور المجموعات. فهذا كله كان نقاش بعدا على النقطه الاولى اللي هي الدفاع. في هذا الاطار في نفس الوقت تلقاو بانه من بعد ما حيدنا غانم سايس لقينا بانه اللائحه الاحتياطيه فيها بالعمري بوحده، وبالعمري اللي تنعرفوا حنا ما هو كات ما هو 5. فبطبيعه الحال الماتشات الجايين غادي نشوفوا يا اما اكرد واليميق كيف ما يعني ديبانا في الماتش الاولاني، او لا غادي يكون عندنا الى رجع ماسينا من الاصابه يكون عندنا ماسينا ويكون عندنا معاه اكرد بطبيعه الحال. فهنا تيبقى نقاش كبير على الدفاع، واش مؤهل بهذه التشكيله وبهذه السميات اللي كاينين، رغم اننا عندنا مجموعه ديال الاسماء اللي كان خاصها تكون حاضره ولكن للاسف ما عيطش لها الركراكي الاعتبارات ديالو هو تحت ما فاهم اشنا هما. هذا مشكل ديال الدفاع. عندنا حاجه اخرى واللي هي موضوع نقاش كبير، هو انه الحرس القديم مصر الركراكي على انه يخليه. كيف ما هضرنا على غانم سايس نهضروا على المرابط، نهضروا على النصيري وغيرهم اللي هو مصر انهم تيبانوا ليه بانهم هذوك هما اللعابه اللي غادي يجيبوا ليه كاس افريقيا، رغم ان التجربه في كاس افريقيا اللي فات بينات بانهم راه بركه عليهم وما بقاش عندهم ما يعطيو. ابسط مثال هو اننا ملي تنشوفوا المرابط اللي ما تيدير والو في التيران من غير انه تيجري ويقدر يضرب شي واحد او اللي يقطع كره ويبقى واقف تيقلب شنو يدير بها، فكان ممكن اننا نستافدوا من هذاك البوست ونحطوا فيه العناوي يلعب في هذاك البوست ونحيدوا امرابط ونخليو انه يكون عندنا العناوي وناحي وابراهيم دياز يرجع للبوست ديالو، احسن ما نحطوه في الجنب اللي ما تيعرفش يلعب فيه وتنقتلوه في هذاك الاداء. والدليل هو انه الهدف اللي ماركاه وهو عارف كيفاش يدي ماركا في الميليو ومن الوسط انه يمشي للهجوم، وهذا دور كبير ديالو. بطبيعه الحال الكعبي خاصو يكون دار رسمي في المنتخب لانه خاصنا ناف، خصوصا وانه رحيمي ما تيلعبش كناف رئيسي ولكن تيلعب يا اما في ليزيليي بجوج في الاجنحه بصفه عامه. هذا هو النقاش ديال هذه الحلقه الاولى من كره مفشوشه. واش انتم متفقين معنا بانه الكره مفشوشه عند الركراكي او لا راه كاين امل كبير اننا نقدروا نوصلوا للفينال ونديو الكاس؟ لانه قل من هذه النتيجه تحد فينا ما عاد يقبل بها.